حته دكتور عسليه تمام. احب الكاستمر والله مش هتبطل حكي عنك، يعني هتقعد تحكي عنك لكل البلد تمام. وهي الستات الكبيره دي بيتسمع لها طبعا تمام، فبتبقى كبيره العيله. وهنا برضه دكتور يمكن حضرتك ما بقاش يعني التعامل مع الطفل نفسه على طول. حضرتك بتتعامل مع الام، بتتعامل مع الخاله احنا والجده. بص اهم محور في العيله هو الجده. يا سلام، انت لو كسبت الجده دي تمام خلاص. يا باشا البلد كلها جات لك. انت ازاي ده حته دكتور عسليه تمام. احب الكاستمر والله مش هتبطل حكي عنك، يعني هتقعد تحكي عنك لكل البلد تمام. وهي الستات الكبيره دي بيتسمع لها طبعا تمام، فبتبقى كبيره العيله. فتقعد بقى ايه تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي، ده رحنا له وعمل وبتاع مش عارف، فاهم انت ازاي. فبيتاثروا جدا وبياخدوا على كلامه. في جزئيه تاني، انت عارف الطفل لما يبقى تعبان مثلا ما بيسكتش وتلاقي مثلا ان الجده او كده هي جايه تتخانق معاك تمام، فعلى اساس ان الواد مخفش يعني من تمام. انت بمجرد ما ثبتها مثلا بكلمتين، قلت لها كلمتين حلوين تمام خلاص يعني ارتاحت، لانها ما كانتش عارفاك، ما كانتش فاهم، فارتاحت لك نفسيا. تقول لك والله ما هو كل حاجه شفا من عند ربنا. والله الشفا من عند ربنا. ما هو كان في البيت ما كانش الشفا من عند ربنا الكلام ده من شويه. في ظل ان انت لو ما عرفتش تتعامل معاها كويس تمام، كانت هتفضل برضو الولد اكيد فيه مشكله كبيره انت مش عارفها، صح. وهو عنده شويه مغص. يعني اللي عنده 2-3 ده عنده شويه مغص، يعني مفتاح كده هيبكي في الجده يعني. لا عايز اقول لك انا الامهات اللي بتيجي وتقول لي الواد ما بيفصلش بكى، بقول لها لما بيبقى مع جدته بيسكت، لان الجده هي اللي بتعرف تمنج القصه دي، تعرف تعالج قصه المغص والحي، خبره بقى تمام. بس فتقول لي مثلا ايه، لا ده حتى مع جدته ما بيسكتش، اعرف ان في مشكله كده، في مشكله فعلا. لكن جدته بتعرف تسكته. لا ده شويه مغص روحي بس انت اتعلمي منها بس هي بتعمل ايه واعملي زيها بالظبط يعني. لكن لو عدى الطفل من تحت ده يبقى كده في مشكله تمام بالظبط. يعني طالما الجده فشلت في ان هي تسيطر على البكا بتاع الطفل الرضيع حديث الولاده، لا كده في مشكله. انا بتخذها كعلامه لان في حاجه دور عليها وبتطلع صح. فعلا. في اطفال بتبقى عندها حساسيات البان، وفي اطفال بتبقى عندها عوز لاكتوز، فينا يعني في حاجات كتير بيحصل فيها مشاكل، او بيبقى في اسباب وراها، مش مجرد مغص عادي. لا ده هو في حاجه وراها، في حاجه. فالجده بالنسبه لي هي البوصله في الموضوع ده. لو مغص عادي هي هتعرف تتعامل يعني خلاص مش قصه عدت علينا كده.